من دلائل نبوته صلوات ربي وسلامه عليه بركته في تكثير الطعام والشراب الذي كان يكثر فوق العادة، ولا يمكن أن يقع هذا إلا من نبي. روى البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نحفر الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعرضت لنا كدية شديدة لم تذهب فيها معاولنا، يعني نضربها بالفأس، وهذه الكدية هذه الصخرة الشديدة ينكسر الفأس والصخرة باقية لم تنكسر، لم تذهب فيها معاولنا. قال: فأقبلنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قلنا: يا رسول الله، عرضت لنا كدية شديدة تنكسر الحديد وهي لا تنكسر. قال: إني نازل. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم ونزل في الخندق، والخندق كما تعلمون قد حفر على جهة من جهات المدينة، طوله كما ذكر المؤرخون المعاصرون طوله 12 مترا وعرضه 4 أمتار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد قسمه أجزاء، يعني كل 10 أنتم مسؤولون عن حفر 10 أمتار، ثم 10 الآخرون مسؤولون عن التي بعدها، هكذا. فنزل صلى الله عليه وسلم في الخندق، وكان عليه إزار ورداء كلباس الإحرام، فرفع صلى الله عليه وسلم الفأس، فلما رفع الفأس بدا بطنه، وإذا بطنه معصوب بحجر من شدة الجوع، وكان أحدهم إذا جاع عصب بطنه بحجر، كما أنك اليوم ربما لو جعت وأصابك مغص فضغطت بيدك على بطنك تجد أن هذا المغص يبرد. ولذلك يقال أحيانا لبعض الأطفال الصغار إذا أصيب بمغص يقال: ضع مخدة على بطنك وانبطح عليها، فتجد أنه يسكن الألم في الغالب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدل ما يبقى ماسكا بطنه من شدة الجوع وألم الجوع، أخذ حجرا أملس لا يجرح جلده، وضعه على البطن ثم شد عليه خرقة، فصار هذا الحجر داخل على البطن ضاغط ويشتغل مع أصحابه. فرفع الفأس وإذا البطن معصوب بحجر من شدة الجوع. يقول: فقلت في نفسي، يقول جابر: قلت لقد أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهد شيء عظيم. يقول: ثم استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى بيتي، فمضيت إلى البيت ودخلت على امرأتي، قلت لها: ويحك، لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا صبر عليه. قالت: ماذا رأيت؟ قال لها: رأيت بطنه معصوبا بحجر من شدة الجوع، هل عندك شيء؟ عندك أي طعام؟ قالت: والله ما عندي إلا صاع من شعير، يعني 2 كيلو شعير، وعناق. العناق هي العنز، الشاة الصغيرة التي ليس فيها لحم كثير، ليست مثل الخروف المليء باللحم، لا، هذه عنز صغيرة، شاة صغيرة. قالت: هذا اللي عندنا في البيت، عندنا شعير وعندنا هذه الشاة. قال: اطحني الشعير وننحر الشاة. نحر هذه العناق الصغيرة ووضع اللحم في القدر وصب عليه الماء ليطبخ، والمرأة طحنت الشعير وعجنته ووضعته في إناء حتى يختمر، حتى تصنع منه الخبز. ثم أراد جابر أن يمضي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له امرأته: يا جابر، قد رأيت الطعام، فلا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني لا تحرجني. الطعام كما ترى هي خبزات قليلة وشيء من اللحم لا يكفي ربما إلا ل4 أو 5 بالكثير، مع وجودي ووجود أولادك وأنت، فأرجوك لا تعزم عدد أكبر من مقدار هذا الطعام، لأن أحيانا تحرج. أنت لو تعزم لك 4 وتضع طعاما يسيرا ثم يأتيك 30 تحرج، واحتجت أن تحضر طعاما زائدا وربما لا يتيسر. فقال: نعم.
فمضى جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول فجئت إليه فساررته، كلمته في أذنه، قلت يا رسول الله أدعوك إلى بيتي. قال لما؟ قلت طعام صنعته لك، فتعال أنت ورجل أو رجلان، تعال أنت وأبو بكر أو أنت وأبو بكر وعمر، يعني أنتم ثلاثة وأنا الرابع وزوجتي يعني وأولادي سيأكلون، تعال أنت ورجل أو رجلان. فقال عليه الصلاة والسلام كم هو؟ ما مقدار طعامك؟ قلت يا رسول الله قليل، هذا صاع من شعير وعناق نحرناها، فيعني تعال أنت واحد أو اثنان معك. فقال عليه الصلاة والسلام كثير طيب كثير طيب، ثم قام عليه الصلاة والسلام. ظن جابر أنه سيمشي معه، لكن ليس هذا خلقه عليه الصلاة والسلام، أن يذهب يأكل ويدع الناس جوعا، ليس هذا خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. فقام عليه الصلاة والسلام ورفع صوته وقال يا أهل الخندق إن جابرا يدعوكم إلى طعام. جابر يتلفت، إلا هذا مع فأس رمى فأسه، وهذا حامل حجارة رمى الحجارة، وهذا جالس يرتاح قفز في عزومة الآن في وليمة، وهذا بيذهب إلى بيته يدبر نفسه طعام ورجع، وإذا هم أكثر من 1000 رجل، ليس واحد أو اثنان، ثم إنهم 1000 رجل جوعا. يعني أنت ربما مثلا تدعى إلى عشاء فتأتي وأنت غير جائع، تكون العصر أكلت شيئا، المغرب مثلا شربت قهوة وأكلت تمر، فتأتي بعد العشاء وإذا المعدة مليئة أو قريبة من الملء، يعني ليس مثل الرجل الذي يأتيك وهو صائم، وربما أيضا صائم قد تعب وأجهد نفسه، حتى تلاحظ أنت مثلا إذا كان يوم إجازة ووضع لك طعام الغداء، ليس مثل إذا كان يوم عمل وجئت وأنت متعب إلى البيت تقول ها وين الطعام، لأنك تشتغل وتصرف وجسمك يحتاج إلى تغذية. فهؤلاء القوم الواحد منهم يشتغل بيديه ويحمل ويضع ويكسر، كل واحد يحرق، وبالتالي هم جوعى. قال إن جابرا يدعوكم إلى طعام. قال جابر فالتفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنا شرحت له الوضع، كيف يقول هالكلام؟ وقال عليه الصلاة والسلام امضي يا جابر إلى بيتك، ولا تغرف اللحم من البرمة من القدر، لا تحرك اللحم ولا العجين حتى آتي. يقول جابر فذهبت إلى بيتي أحضر يعني أركض، لأن الناس كل واحد ينفض يدينه بسم الله نذهب للطعام. يقول فذهبت أحضر يعني أركض، ودخلت إلى بيتي قلت لامرأتي ويحك فضحنا. قالت ما بالك؟ قلت جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار. قالت قاتلك الله، أولم أكن أخبرتك؟ أنا ما قلت لك لا تتحمس، تأتي ب10 تأتيني ب1000. قلت والله ما دعوتم. دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت المرأة العاقلة قالت هل سألك عن مقدار طعامك؟ قال جابر نعم سألني. قالت هو أدرى هو أعلم. فأقبل صلوات ربي وسلامه عليه واستأذن على بيت جابر فأذن له، يعني استأذن البيت فيه حريم وكذا، فأذن له أن يدخل بعدما هيئ المكان لدخول عليه الصلاة والسلام. فمضى صلى الله عليه وسلم إلى المطبخ إلى مكان الطعام، وكشف عن البرمة عن اللحم ونفث فيه ودعا الله أن يبارك فيه، يعني يا رب بارك لنا فيه، نحن عبادك وندافع عن دينك ونلوذ عن شريعتك، وقد جعنا واحتجنا، يا رب يطرح البركة في الطعام. ودعا الله أن يبارك فيه ثم غطاه، ثم أقبل إلى العجين وكشفه ودعا الله أن يبارك فيه ثم غطاه. ثم قال لامرأة جابر
الآن العجين قليل